هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الفيديو بتاع النهارده زي ما انتم شايفين كده يوم كامل باللون البيبي بلو. طبعا النهارده بقى انا متحمسه جدا للفكره دي. النهارده هناكل بيبي بلو، هنشتري سناكس بيبي بلو، وهنعمل اليوم كله حرفيا بيبي بلو، لدرجه ان الميك اب كمان هنحطه مع بعض دلوقتي بيبي بلو. انا عايزه اقول لكم ان انا لبست الطرحه دي بجد، وجنبي مرايه دلوقتي بس حاسه ان هي مش لايقه، فهسيبكم تكتبوا لي في الكومنتات يعني حلوه ولا مش حلوه، وهنشوف دلوقتي هنلبسها ولا هنلبس السودا عشان ما نحرقش احداث الفيديو ونبتدي. طيب دلوقتي بقى انا عايزه اقول لكم ان حاولت انقي كل حاجه بيبي بلو، واول حاجه اخترتها هو البرفيوم ده. طبعا هو بيبي بلو غامق شويه بس صدقوني يعني انا بحاول علشانكم. نخش بقى في تاني حاجه قررت اعملها، وهو انا مش عارفه ده ايه بالظبط، بس هو ده زي ستريس كده بتحط على الميك اب. وقبل كده في ناس بتقولي هو انتي عملتي حسنه ايه يا جماعه؟ المهم تعالوا دلوقتي بقى نعملها مع بعض. اعملها فين؟ هنا ولا هنا؟ هنا ماشي. بصوا شكلها حلو. شكلها تحفه يا جماعه. لا طبعا ده تحدي، فانا لازم اكمل اليوم بالحسنه البيبي بلو دي. احنا قد التحدي ولا لا؟ بس بقى خلاص، انا عايزاكم تخمنوا دي ايه مين. تمام، تعالوا دلوقتي بقى نشوف مع بعض ايه الميك اب البيبي بلو اللي ممكن يتحط. فهنفتح مع بعض دلوقتي باليت الاي شادو دي. بجد هي اكتر باليت تقريبا عندي فيها درجات الازرق. دلوقتي بقى يلا بينا نختار. انا هختار يا جماعه الدرجه، شاوري كده معايا ايه الدرجه اللي انت شايفه ان انا احطها دي. طيب دلوقتي هنحط الدرجه دي زي ما انتم شايفين. انا خايفه قوي. هي الحلو في الدرجه يا جماعه ان هي درجه فاتحه قوي، فانا مش هكتر منها. تعالوا دلوقتي بقى نركز في درجه الازرق بقى الحلوه دي. هنجيب الهايلايت ده. انا رايي احطه بصباعي ولا بالفرشه؟ بصباعي بالفرشه. طيب احط عند قدام ولا من ورا؟ كله؟ لا لا، انت كده شريره قوي يا جماعه، والله العظيم دي مش صاحبتي. بصوا انت شريره قوي اهو، حطيتها على عيني كله. دلوقتي هاخد بقى درجه افتح خالص بصباعي كده. شايفين الازرق يا جماعه؟ وهحطه قدام كده في عيني من هنا. طبعا الفرشه بتعمل ايه في دي. هعمل بقى العين التانية. بصوا دلوقتي يا جماعه، طبعا خلاص حطيت الاي شادو الازرق والبيبي بلو والدرجات الحلوه دي. دلوقتي كمان جبت بقى القلم بتاع الكحل ده لونه ازرق، هحاول احطه جوه عيني. انا مش عارفه هيبان لكم ولا لا، بس والله يا جماعه انا بحط يعني. هحط بقى في العين التانية. خلاص مش عايزين نزود في لقطه الميك اب دي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى يا جماعه تعالوا يلا بينا نشوف مع بعض ايه الاكسسوري اللي ممكن نلبسها يبقى لونها بيبي بلو. السلة الملونه قوي دي هي فيها درجات ازرق كتير. هتليق ولا مش هتليق؟ هتليق. نلبسها يا جماعه عشان خاطر صاحبتنا اللي انا مش هقول لكم اسمها ايه. طيب نشوف ايه تاني. انا لسه هلبسها طبعا. تعالوا ننقي مع بعض حاجه تانية. تقريبا يا جماعه انا ما عنديش اي حلقه لونها ازرق، دي اقرب درجه. انت شايفه ايه حلوه نلبسها؟ صاحبتنا قالت حلوه فهنلبسها. طيب ننقي ايه تاني؟ مثلا نشوف خاتم. في خاتم هنا برضو لونه ازرق، نلبسه ولا ما نلبسوش؟ نلبسه. طيب يا جماعه دلوقتي انا ودبدوبي نحب نقول لكم ان انا خدت رايه، وهو قال لي ان الطرحه البيبي بلو شكلها يعني اوفر بصراحه على ان احنا في الشارع. صح؟ قالت صح. وبصراحه يا جماعه بجد لونها ما كانش لايق على ده، لان هي الطرحه كان لونها فاقع، وانا يعني درجتي او انا قمحويه فما كانتش لايقه عليا، فقلت ان انا البس الطرحه السوداء. المهم دلوقتي انا حابه اقول لكم ان انا غيرت مفتاح الشقه كله عشان اجيب لكم يعني مفتاح لونه ازرق. المهم دلوقتي نتكلم بقى في الموضوع الاساسي بتاعنا، وهو ان احنا عايزين نوصل الفيديو ده لكام لايك. يعني قولي مثلا بالالاف. مثلا عايزه كام؟ 5000 لايك. طيب يا جماعه زي ما قلنا عايزين نوصل الفيديو ل 5000 لايك. طبعا صاحبتي يعني عايزه تقول لكم ان انتوا لو ما وصلتوش الفيديو ل 5000 لايك انا مش هكمل في سلسله الالوان دي نهائي. لو عايزين بقى الفيديو الجاي يبقى اسود او بنفسجي، لان دول اكتر لونين اتطلبوا مني في الفيديو بتاع البني، فعايزين نوصل الفيديو ل 5000 لايك، ونعمل شير ولايك وكومنت وسبسكرايب للقناه. ويلا بينا بقى نجري على الشاشة. نازله مع صاحبتي دلوقتي عشان خاطر نشوف بقى السناكس اللي هنشتريها والاكل اللي هنعمله، وايه الحاجات اللي ممكن تتشرب اصلا لونها ازرق. فمتحمسه جدا النهارده للفيديو ده، خصوصا ان انا اصلا هجرب حاجات جديده كلها. فتابعوا بقى الفيديو للاخر، وزي ما قلت لكم عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكس عشان تشجعوني انزل لكم بقيه الالوان. طبعا يا جماعه الدنيا زحمه جدا، فانا مش عارفه اصور اي حاجه خالص. يعني بصوا منظر بطرس غالي، فخلونا بقى ايه. كنت
طبعا هنا يا جماعه دخلنا محل هبله، كنت بنقي اي حاجه لونها ازرق او بيبي بلو. جبت السكراب ده، هو بصراحه استخدمه للجسم بس مش للبشره، والتوك الزرقاء دي، وكمان مناكير ازرق لان اللي عندي بجد خلصان. لقيت حاجه بقى متحمسه اجربها جدا، وهي الماسكارا الزرقاء دي اسمها 3 دي. انا مش عارفه بجد هي حلوه ولا لا، بس انا محتاره بقى دي ولا دي. دي انا حاسه ان الاثنين شبه بعض. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كان في زي بادي سبلاش كده وبرفيومز وحاجات من النوع ده، بس عايزه اقول لكم يعني الحاجات دي بصراحه ما بتبقاش ثابته خالص كده كده، لان هي زي ما انتم شايفين اسعارها رخيصه قوي. احنا رايحين رويال هاوس. دلوقتي يا جماعه احنا رايحين ندور بقى على الحاجات البيبي بلو في السوبر ماركت. وريهم بقى ايه. اول حاجه طماطم. ايه تاني ايه تاني ايه تاني انا بكره هو بيكسر الدنيا. النوع ده عمري ما جبته قبل كده، هجيبه ولا فاكس؟ حلوه قوي، هي صاحبتي قالت حلوه قوي. دي لونها ايه؟ بالليمون وايه؟ تقريبا كل الحاجات اللي لونها ازرق. هو ده. عايزه اقول لك ان ده طعمه تحفه تحفه. انا مجرباه ومجربه ده وده. نختار بقى. ده فلفل حلو وده خل وملح. فلفل حلو. دلوقتي بقى طبعا نزوم الشباب الفجر اللي احنا بنعملها. هنا بقى يا جماعه كان في كميه بادي سبلاش وحاجات كده حلوه قوي. انا كنت جايبه من البراند دي بالورد، وبجد ريحتها حلوه قوي، بستخدمها لجسمي بعد الشاور. بجد الريحه بتاعتها ثابته وحلوه للناس اللي بتحب الورد. كان في اكتر من ريحه، بس للاسف بجد انا بحب حاجات الرجالي اكتر بكتير، الريحه بتبقى ثابته اكتر، وكمان انا بحب الحاجات القويه، فبجد بتاع الرجالي كان عاجبني قوي. هنا شميت كذا واحده كانت بالياسمين تقريبا وعجبتني قوي، بس حسيت ان سعرها اوفر ريتد قوي ان انا ادفع في بادي سبراش 300، ما انا ممكن اجيبه من باث اند بودي وركس وخلاص. فزي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش عارفه الثبات بتاعهم ايه، بس ده كان عاجبني قوي، وده برده كان من فوق كان حلو قوي، بس انا بصراحه ما جبتوش عشان حسيت ان هو يعني جينا عند ستاربكس لقينا النور قاطع، انتم متخيلين؟ والناس قاعده جوه، بس احنا هنخش وهندور مكان، اكيد في ناس قامت، فاحنا هنقوم دلوقتي نشوف مكان. الساعه تقريبا 10 وشويه بعد ما خلصنا يومنا واشترينا كميه حاجات هوريها لكم لما اروح البيت. اكتشفنا ان في حاجات مهمه قوي وما جبناهاش، فيلا بينا نروح نجيبها. جماعه يعني عايزه اقول لكم اشكروا اللي ورا الكاميرا، انا مش هقول لكم هي مين، بس اشكروها عشان هي تقريبا النهارده بتعمل معانا قوي قوي قوي. فيلا بينا بقى واشكروها باللايكس يا جماعه. اديهم لايك، لايك من هبله. هاي يا قطعيد، هاي 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 يا ميشو يا توتو. طبعا يا جماعه مش محتاجه اقول لكم انا لسه جايه من بره وتعبانه قد ايه بجد. بصوا الاي شادو باظ، وبصوا حالتي يعني زفت.
دلوقتي هخش بقى اغير الهدوم دي كلها ونيجي مع بعض نجرب السناكس والحاجات التحفه اللي احنا اشتريناها. مش محتاجه اكلمكم عن ان السقف نفسه لونه ازرق. طبعا اشتريت ده وده كميه حاجات زرقاء، انا لو قعدت اوريكم بجد مش هنخلص. وعايزه اقول لكم كمان الكبيره في كل ده مش ده، الكبيره ان احنا دلوقتي الساعه دلوقتي 1 بالليل يا جماعه. انتوا شايفين الساعه 1 بالليل، يعني انا جايه اكل معاكم الحاجات الزرقاء دي كلها الساعه 1 بالليل. متحمسه جدا ان انا اجرب المشروب ده. جبت بقى كوبايه كده وفيها شويه تلج بقى نفتحه مع بعض. ايه يا جماعه مش عيب كده؟ مش عيب كده؟ طبعا عايزه اقول لكم ان انا مش بعرف افتح ازايز بجد، بس هنحاول نفتحه دلوقتي. افتح يا معلم، افتح هفتحه يا جماعه وارجع لكم عشان مش عارفه. لا يا جماعه عرفت افتحها خلاص وزودت التلج. تعالوا يلا بينا نشوف المشروب مع بعض. عايزه اقول لكم ان في صدمه دلوقتي. انا كنت فاكره لونه ازرق، طلع لونه، بصوا هو لونه مش ابيض، لونه زي بيبي بلو فاتح جدا. بس يلا مش مشكله، المهم ان الازازه من بره لونها ازرق. ايه ده بالايه ده؟ هو ده المفروض ان هو ليمون مستكه. طعمه فعلا فيه ليمون، بس بجد طعمه مش حلو. يعني انا لو هدي ده تقييم من 10 هديله 2. هو الحلو فيه التش كده بتاعت السقوعيه، بس هو مش حلو، ما عجبنيش. تعالوا بقى نجرب ده مع بعض. انا كنت جربت منه اللي بالشطه والليمون، جبت النهارده ده المفروض ان هو بطعم الفلفل الحلو. فطبعا انا هفتحه فتحه كويسه عشان خاطر انا ما اعتقدش ان انا اصلا هاكله كله دلوقتي. هي دي فتحه كويسه، هي دي الفتحه كويسه. ريحته حلوه قوي قوي. بصوا هو من جوه بيبقى زي كور كده، اوريكم. شايفين؟ هو فول سوداني. يلا بينا ندوقه. طعمه حلو قوي. طعمه مش فلفل حلو، هو طعمه حاجه كده مسكره شويه، في نفس الوقت هو فول سوداني من جوه، فحبيته قوي. 8 من 10 عشان انا جربت منه يا جماعه اللي بالشطه والليمون. خطير 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 بجد. لو انت وانتي في الطريق رايحه مشوار عندك اي حاجه، بجد طعمه حلو قوي. حاول قريت المشروب تاني. مش قادره احبه بجد، مش قادره احبه. جماعه عارفين طعم المستكه؟ انا اصلا بكره اي حاجه فيها كلمه مستكه دي، بحسها اللي هو كده، فمش قادره احبه خالص. صاحبتي اللي كانت بتصورني قالت لي ان كيتكات دي تحفه. انا عمري ما جربتها وما اعرفش هي بايه. هي المفروض ان هي بالكوكي المقرمش مكتوب عليها كده، هي دي اهي، ده شكلها من قريب. فصاحبتي قالت انها حلوه قوي، وانا بصراحه ماليش اصلا في الشوكليت خالص، فهنشوف بقى اذا كانت حلوه ولا لا. هفتح جزء بسيط كده وندوق منها. لو طلعت حلوه فالله علينا، اخيرا هنحب حاجه فيها الشوكليت. طبعا هي يعتبر ساحت عشان خاطر انا كنت بره. هاخد منها حته صغنونه كده. طعمها حلو قوي. السكر بتاعها مش تقيل زي ما انا كنت متخيله يعني. اهي. طعمها تحفه. دي بقى انا اقدر اقول لكم ان انا هاكلها كلها بس وانا قاعده بتفرج على الفيلم، عشان خاطر ما نحرقهاش. يعني لازم واحنا قاعدين بنتفرج كده على فيلم ناكل الشوكليت دي. بصراحه دي هديها برضو 8 من 10. يبقى احنا كده معانا دي 8 من 10، 8 من 10، وده الاتنين من 10. بصراحه مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا من النوع اللي بيحب السناكس بقى وكده. انا بالنسبه لي سناكس دي لو انا مسافره، لو انا خارجه ومش عارفه اخد معايا ايه، مثلا خروجه معينه مش هناكل فيها، باخد معايا سناكس. بس انا في الطبيعي مش بحب خالص الحاجات المسكره، بس بحب المشروبات جدا. يعني بالنسبه لي ده ما بحبش الحاجات دي خالص. بس انا مؤخرا بقيت احاول اجرب معاكم حاجات جديده عشان احب حاجات جديده. ما مش معقوله ان الشخص يقعد يجرب نفس الحاجه بشكل روتيني، الموضوع ممل. يلا بينا بقى نفتح ده ونجربه مع بعض. هو ده بطعم ايه ده يا جماعه؟ المفروض ان هو محمص مش محمر وبالملح بس. انا اصلا مش بحب الحاجات اللي بالملح. شكلي هحبها. طعمه حاجه كده بتقرمش
وما فيهاش اصلا اي نكهه، يعني هي نكهتها فعلا اللي هو حاجه مملحه وما فيهاش اي نكهه فحبيتها. حلوه قوي. وبكده يا حلوين نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يوم كامل بالبيبي بلو. طبعا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجرب معاكم حاجات بيبي بلو ونلبس بيبي بلو. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد الاي شادو ما كانش باين. انا كنت ماشيه في الشارع حاسه الناس كلها بتبص على الاي شادو اللي كان فوق عيني من كتر ما هو كان لونه فظيع. بس بصراحه التجربه كانت حلوه. تكتبوا لي حابين التشالنج الجايه تكون يوم كامل بلون ايه، لان بصراحه حبيت الفيديوز دي قوي ولاحظت ان انتوا كمان بتحبوها وبتستمتعوا بيها. عشان كده عايزين نوصل الفيديو ل 5000 لايك يا جماعه عشان انزل لكم بالفيديو اللي بعده. وعايزين يا جماعه نتم النص مليون. خلاص احنا بجد فاضل لنا حوالي 5000 يا جماعه ونتم النص مليون. انتوا متخيلين هنبقى 500 الف اخ واخت؟ يعني بجد الرقم حلو قوي ورقم كده يعني انا مبسوطه بيه قوي. المهم عايزين بقى نوصل الفيديو لاكبر عدد وشير بقى لكل اصحابنا واخواتنا وقرايبنا. وبس كده اشوفكم الفيديو اللي جاي باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي.